بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنرحب بيكم على قناة أبرار التعمية. إذا كنت أول مرة تشوفوني فدي مراجعة انضمام شريك المحاسبة الصف الثاني التجاري الترم التاني. يلا بينا إن شاء الله. هنزل رابط الفيديوهات دي أسفل الفيديو، وهنزل كمان رابط الفيس علشان حضرتك تدخل تمتحن على الشرح دوت. اذا حبيت حبيت تشوف مستواك وصل لحد فين، هتدخل هتلاقي الفيديو موجود وكمان امتحان موجود. حل وابعتهولي. المثال الاولاني: هشام واسلام شريكان في شركة تضامن بيقتسمان الارباح والخسائر بنسبة 2:1. وركز معايا في النسبة دي، و2 و1 3. يعني لو هشام دفع التلتين، اسلام بيدفع تلت، علشان النسبة دي مهمة قوي عشان هنقسم بيها إعادة التقدير وهنقسم بيها الاحتياطي. وفي 1:3 قرر الشريكان ضم الشريك محمد إلى الشركة، وكانت الأصول والخصوم كالتالي. عندي هنا الميزانية العمومية قدامك، وخد بالك هنستفيد منها كتير قوي فركز معايا. الأصول الثابتة عندي العقارات 250، ومش مهم تقرأ الرقم لأن كل اللي بتعامل معاهم في الكورسات بيقرأوا أرقام غلط وبيكتبوها كمان غلط. العقارات 250,000، الآلات 150، السيارات 100، الأساس 40,000. التجميع بتاعتي قدامك أهي 540,000. الوصول متداول الخزينة 35، البنك 65، البضاعة 25، المدينين 45,000. هات الناحية التانية الخصوم والالتزامات. رأس المال: هشام دفع 400,000 وإسلام دفع 200,000، والخصوم المتداولة الاحتياطي العام عندي 30,000، والدائنون 55,000، وأوراق الدفع 25,000. التمرين هيجيلك زي كده بالظبط في الامتحان، فيلا بينا عشان ما نطولش وقت الفيديو. اتفق الشريكان طبعا على ما يلي بمناسبة انضمام الشريك محمد. خد بالك ان دي اصول الميزانية العمومية الخاصة بشركة هشام وإسلام. لما يدخل لهم شريك تالت فأكيد الأرقام هتتغير، لأن الشركة بعد ما كانت على 2 بقت على 3، والأخ محمد هيدخل الشركة بالعقارات، وهنعيد تقويم العقارات، وكمان هو هيسد فلوسه في رأس المال. هيحط فلوسي في البنك، هيدفع 328,000. فالراجل ده هيغير كل حاجة. يعني البنك بعد ما كان فيه 65، لا حط عليها بقى 328,000 جنيه الخاصة بالشريك محمد. المطلوب عندي هنا إعادة تقدير. طبعا محمد مرضيش يدخل الشركة قبل ما نعيد تقديرها، علشان لو الشركة كانت مقدرة بغير أرقامها الحقيقية طبعا ده اسمه توزيع وهمي للأرباح وهيخسر الشركة. فجبنا حد بيكون خبير بيفهم في تقدير الشركات وايه بقى زي السمسار كده، وابتدى بقى هو قدرها. بص بقى عندي هنا في المسألة الميزانية العمومية، عندي هنا العقارات. بص فوق كده بعد الأصول الثابتة، بص كده اهي 250,000 العقارات، احنا كنا شارينها ب250,000. طيب قدرت بكام؟ ب300,000، يعني في عندك مكسب 50,000 جنيه. السيارات عندي هنا كانت ب100,000، جابت لي 80,000، يبقى في خسارة هنا 20. تمام. عندي هنا كمان الآلات كانت ب150,000، اتباعت ب170,000، وانا هوريها لك في الصفحة التانية. يبقى في ربح او مكسب 20,000 جنيه. طبعا هنا عندي بضاعة تالفة ب5,000 جنيه، يبقى البضاعة بعد ما كانت ب25,000، طب في منها بضاعة ب5,000 جنيه دي تالفة هرميها، يبقى البضاعة قيمتها حقيقية 20,000 جنيه. وعندي المخصص ده طبعا خسارة، المخصص بقى عندي ب3,000 جنيه. يقوم الشريك محمد بسداد اهي قدامك اهي الآلات اهي بمبلغ 170,000 اهي، انا حاطه عليها خط احمر اهي. العقارات ب300 والآلات ب170. بص تحت الجدول اهو في سطر اخره محمد، والسطر التاني اللي هي اعادة التقدير اهي اخر السطر ب170,000. وعمل مخصص ديون مشكوك فيها بمبلغ 3,000 جنيه. والشرط بتاعنا والاتفاق عشان الشركة دي تكتمل لازم محمد يقوم يسدد فلوسه وقدرها 328، ده يسددها كاش في البنك بشيك، ويتم إقفال الاحتياطي العام ونتيجة إعادة التقدير في حساب رأس مال الشركاء القدامى. يعني الناس دي هياخدوا حقهم في رأس المال. عندي المطلوب عندي هنا 3 حاجات: إعادة التقدير ورأس مال الشركة، وكمان تصوير المركز المالي الجديدة بعد التعديل أو بعد الانضمام
وكمان خد فوقيهم بقى إعادة إثبات قيود اليومية. أنا هاخد أول حاجتين بس في قيود اليومية، أثبت فيها إن محمد سدد رأس ماله في الشركة، يبقى هو دفع الفلوس بتاعته في البنك 328,000، يبقى من حساب البنك إلى حساب رأس مال محمد سدد الشريك لرأس ماله. والاحتياطي كمان هيتقفل في رأس المال، طالما قلت كلمة هيتقفل يعني هيبقى مدين من حساب الاحتياطي إلى حساب رأس مال هشام ورأس مال إسلام، يعني إلى حساب مذكورين أو إلى مذكورين. هناخد 30,000 زي ما قلت لك هضربها في 2 على 3. طب ليه 3 يمس؟ عشان احنا اتفقنا إن هما الاتنين بيوزعوا الأرباح والخسائر بنسبة 2:1. 2 1 3، يبقى هشام هياخد تلتين واسلام هياخد تلت. وانا بعتذر على السرعة في الكلام علشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل. ويلا بينا نشوف اعادة التقدير هعمله ازاي. ركز معايا بقى في حساب اعادة التقدير، احنا بنعمله كده بالبلدي بايدينا يعني. بص الناحية اليمين حاطة خسارة زي ما حضرتك شايفة اهي، انا اهي خسارة، والناحية التانية كاتبة مكسب او ربح. يلا بينا. انا قلت لك في بداية الفيديو ان العقارات كانت ب250,000 وبقيت ب300,000، يعني حضرتك العقارات زادت 50,000، طبعا ده مكسب. الآلات كانت ب150,000 اتباعت ب170,000، يبقى الآلات كسبت 20. السيارات كانت ب100 اتفصلت ب80، يعني عندي خسارة 20. البضاعة عندي بضاعة تاريخها 5000 جنيه، طبعا دي خسارة مش هبيعها هرميها، يبقى الخسارة عندي هنا 5000 جنيه علشان البضاعة كانت ب25 بعتها ب20 فقط. وعندي هنا المخصص الديون المشكوك فيها 3000 جنيه، ده طبعا بيتحط تبع الخسارة. ركز معايا بقى في النقطة دي. بص كده ادي 50 و20 جمعتهم تحت 70 اهي اللي قدامك اهي 70,000. هات الناحية التانية، هات ال70,000 دي الناحية التانية هي زي ما هي 70,000. طب يا مس جت منين؟ طب هل هي التجميعة بتاعت 70,000؟ لا، تعالى بقى معايا اجمع بقى. انا حطيتها 20 70,000 اهي، اجمع بقى 20 زائد 5 زائد 3، 20 و5 25 وادي 3 28 من 70، يبقى الناتج بتاعي عندي 42,000. دي بسميها عندي رصيد مرحل، الفرق بين الجانبين اسمه رصيد مرحل. هبتدي بقى ده ربح، لازم اوزعه حسب النسبة. طب النسبة كام؟ نسبة 2:3، يعني هاخد ال 42,000 دي هضربها في 2 على 3، ده حصة هشام. النسبة دي موجودة في التمرين وانا حاطلك عليها علامات ودوائر اهي، تمام. يبقى هشام هياخد 28,000 واسلام 42,000 اهي، هضربها في 1 على 3، يعني الراجل ده هياخد 14,000 ضعفه، ده هياخد 14، يبقى التاني هياخد ضعف على طول 28,000. بص بقى التمهيد اللي انا قلت لك انا هقول لك عليه كيفية عمل جدول اعادة التقدير اهو. العقارات ب25 اتباعت ب300,000 ب250,000 سوري، اتباعت ب300,000، عندي هنا مكسب فانا بحطه في الجانب الشمال. وعندي هنا الآلات كانت ب150 اتباعت ب170، عندي برضو ربح حطيتها في الجانب الشمال. وعندي هنا السيارات كانت ب100 اتباعت ب80، دي خسارة بحطها في الجانب اليمين. والبضاعة التاريخة طبعا دي خسارة ليا، يبقى كانت ب25 بعتها ب20، يبقى في 5000 جنيه خسارة يا جماعة. وعندي المخصص الديون المشكوك فيها ب3000 جنيه، يبقى كده اعادة التقدير بتاعي كله كده تمام. اوكي، يلا بينا بقى نشوف رأس مال الشركاء. وافتكر ان رأس مال الشركاء في بداية التمرين اللي هوريهولك ده هيدفع كام وده هيدفع كام. شوف معايا بقى من التمرين نفسه من الميزانية العمومية رأس مال الأستاذ هشام أهو قدامك، أنا حاطة لك عليها خط أحمر أهي. دفع الصلاة على النبي 400,000، والأخ إسلام دفع 200,000 جنيه، يبقى التجميعة بتاعتي 600,000 جنيه. هو ده رأس مال الشركاء عشان كل واحد ياخد حقه. يلا بينا نعمل حساب رأس مال الشركاء وبسرعة. الميزانية العمومية او المركز المالي بعد الانضمام، وهسيب لكم رابط قناتي على الفيسبوك علشان بنزل عليها الاختبارات علشان تشوف مستواك. حساب اعادة تقدير اهو. العقارات والآلات 70,000، والسيارات والبضاعة والخاص ديون ورصيد مرحل اهو 70,000 برضو. وزعت بقى حضرتك من حساب رأس مال هشام 28، حساب رأس مال إسلام 14، التجميع بتاعتي 42,000، نقلتها الناحية التانية
رصيد منقول. نيجي بعد كده رأس مال الشركة، ركز معايا شوية، ركز معايا. انا قلت لك ان الرصيد المنقول ده حضرتك منقول من رأس المال، هو ده رصيد رأس المال، الرصيد الاصلي الموجود في التمرين. يبقى الاخ هشام دفع 400,000 والدكتور اسلام دفع 200,000، وطبعا مش مطالب حضرتك هنا بتجميع. نيجي بعد كده من حساب اعادة التقدير، بص كده معايا رقم 3 اهي، خلاص 28,000 الارباح و14,000. طب دي جت منين؟ اطلع بقى عندي فوق اهو اهي 28 من حساب رأس مال في اعادة التقدير، حساب راس مال اسلام اهي، ادي 28 وادي 14 اخدتهم زي ما هما وجاري وديتهم على حساب راس مال الشركاء. طب وبالنسبه للاحتياط العام، انا هقول لك الاحتياط العام كان 30,000، تمام، قسمتهم بقى بنسبه 2 إلى 3. اضرب بقى 30,000 في 2 على 3 و30,000 في 1 على 3، يبقى هشام خد 20 واسلام خد 10. وابتدي بقى اجمع، هو ده رأس مالهم الجديد، هو ده رأس مال الشركاء الجديد اللي انا هستخدمه في المركز المالي. يبقى جمعت بقى 400,000 زائد 20,000 زائد 28، طلع الناتج 448,000. اسلام 200 والتاني 10 و14 يبقى 224,000. هو ده الرصيد الفعلي لرأس المال اللي انا هاخده واعمل بيه المركز المالي الجديد بعد الانضمام. هنقله بقى الناحية التانية، نفس الأرقام أخدتهم زي ما هما كده كوبي بيست وحطيتهم الناحية التانية في ناحية هشام واسلام وكتبت عليهم رصيد مرحل. يلا بقى بينا هنعمل المركز المالي، ودي آخر حاجة في التمرين. قائمة المركز المالي بعد التعديل أو بعد الانضمام أو يعني الجديدة أيا كان اسمها، فهي دي بعد انضمام الشريك الثالث. عشان لما تيجي تعمل رأس المال ما تنساش تحط إن كان معاهم شريك ثالث اسمه محمد، لازم دافع فلوس، يبقى لازم اسمه ينزل في المركز المالي. يلا بينا. الأصول الثابتة يا مس، طبعا أنا هاخد أي رقم، الرقم اللي كان موجود في المركز المالي في الميزانية العمومية ولا الرقم بعد التعديل؟ لا خد بالك، هناخد الرقم اللي بعد التعديل، هي 300,000 اللي أنا قلت لك كانت ب250 العقارات وبقت ب300,000. ادينا اهو بفكرك. يبقى هنقل بقى الميزانية العمومية كلها تحت بعض، بدل ما هي ناحيتين لا احطها تحت بعض، خلاص عشان ما تنساش حاجة. طبعا المركز المالي ده المفروض حضرتك تبقى حافظه زي اسمك. يبقى العقارات 300,000 بعد إعادة التقدير، الآلات 170، السيارات 80,000، الأساس 40,000، التجميعة بتاعتي 590,000، أخدت شرطة. الأصول المتداولة الخزينة زي ما هي 35. البنك البنك قلت لك إن محمد حط فلوسه في البنك 328,000 زائد، والبنك كان فيه 65 كنا حاطينهم عشان هنشتري بيهم آلات ومعدات جديدة، يبقى الفلوس اللي في البنك بقت 393,000. وعندي البضاعة كانت ب25,000، شلت منها وهتنسى ال5,000 جنيه بتاع البضاعة التالفة، بقيت البضاعة عندي ب20,000. المدينون زي ما هم 45,000. جمع كده بس مش بموبايل، لو جمعت الموبايل لازم تدوس يساوي بين كل عملية. جمع بقى 590,000 زائد 493 عملت لي 1,830,000. نيجي بعد كده رأس المال، تمام. عندي هشام دفع 448 واسلام دفع 224,000 ومحمد 328، تمام. الخصوم المتداولة عندي هنا 55,000 دائنون زي ما هما، وأوراق الدفع 25,000، والمخصص دي مشكوك فيها 3,000 جنيه. يبقى التجميعة بتاعتي هنا مليون، سوري أنا قلت 1,830، لا هي 1,083,000، تمام. الناحيتين بقوا قد بعض بالظبط. يبقى كده المركز المالي بتاعي زي الفل ومية مية، وكده خلصت شغلي تماما. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو الطويل في المحاسبة الصف الثاني. اشوفكم على خير. طبعا ما تبخلوش عليا طبعا باللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.